أهلا بكم في حلقة جديدة في بودكاست المواجهة، البرنامج الذي لا يعرف المجاملات ولا يخشى طرح الأسئلة الصعبة. هنا نضع الآراء على طاولة النقد ونواجه الضيوف بحقائق الملاعب وكواليس المدرجات. وفي ليلة حمراء بامتياز نستضيف اليوم واحدا من أبرز الأصوات الجماهيرية التي هزت منصات التواصل الاجتماعي، شخصية لا تعترف بالهزيمة وتتنفس بروح الفانيلا الحمراء، يدافع عن الكيان بكل ما أوتي من قوة، ويرى أن منصات التتويج خلقت فقط للنادي الأهلي. معانا اليوم المحلل والمشجع الذي لا يهدأ، نسر الأهلوية. يا نسر، انت منورني ومشرفني بجد، انت من الشخصيات اللي انا بعزها جدا وبحترمها جدا، واخ من اخواتي ومن الناس اللي انا بحترم رايها جدا، ومن الشخصيات اللي بتعرف توصل الصوره وتوصل شرح المعلومه بطريقه جميله جدا. انا بتشرف بيك وانت النهارده منورني، ويا رب تكون حلقه خفيفه عليك ونبدا مع بعض. اولا انا طبعا بشكرك على المقدمه الجميله اللي انت قلتها ديت، وبحييك على الكلام المحترم دوت، وده كتير عليا اصلا. وانا واحد لا من يا الناس نسر، من جمهور النادي الاهلي، لان جمهور الاهلي كله مليان ناس كبيره وناس محترمه وناس بتعرف ازاي تحب الكيان بكل ما اوتت من قوه، وانا واحد من ضمنهم، من الجيش المحترم دوت مش اكتر. وانت نفس القصه، واحد من ضمنهم برضو. فانا بشكرك شرف ليا يا وبحييك على نسر. الكلمه المحترمه دي. تحياتي ليك وتحياتي لكل الناس اللي لا يا موجوده نسر، ده معاك في حقك، اللايف. حقك ولازم تاخده يا نسر، ده حقك ولازم تاخده. شكرا. يا كابتن نسر، في البداية كده، انت اسمك نسر الأهلوية او نسر الأهل 74. ايه سبب تسمية او تاخد النيك نيم ده؟ ال- الاسم ده جالي اولا الرمز بتاع 74 او 72 جاي من رمز الشهداء وتخليد للشهداء، ونسر الاهلي ده شعار النادي الاهلي. فكان بالنسبه لي الاسم مع الرقم بتاع الشهداء بالنسبه لي حاجه انا بحب دايما ان انا ابروزها، واحب دايما ان انا اخلدها. فانا اخترت الرقم ده او الرمز ده عشان يبقى بالنسبه لي حاجه دايما قدام مني كده على طول باستمرار. ونسر 74، نسر 74 تخليدا للشهداء وتخليدا للشهداء. لفكره اسم او نسر النادي الاهلي. بس ده كانت الفكره بتاعتها يعني. وهي فعلا فكرة جميلة جدا، وفعلا حاجة مميزة وتميزت بها يا نسر، واحييك عليها. يا نسر، نخش بقى كده في بداية الكلام. يا نسر، دايما انت بتدافع عن الإدارة وعن الصفقات الجديدة، لكن بالورقة والقلم